السلام عليكم. تعالوا النهارده بقى نعمل اكله صيفيه كده وخفيفه، بالذات الصيف عايز حاجات كده سهله وبسيطه وتكون خفيفه على معدتنا. إيه لو عندك بقى ورقتين جلاش مش عارفه تعملي بيهم ايه، تعالي اقولك هنعمل منها حلو وحادق بكل بساطه وسهوله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنحتاج معانا فلفل الوان، اي انواع فلفل عندك في التلاجة. يعني انا لميت بواقي الجبن والخضار اللي عندي، فلفل احمر على فلفل اخضر على فلفل اصفر، وقطع من الجبن الرومي والجبن الشيدر واللانشون وشوية زيتون، حطيتهم على بعض. لو عندك خضرة عايزة تحطيها براحتك، اي انواع جبن عندك في التلاجة تقدري تضيفيها على الخلطة بتاعتنا دي وتحشي بيها الجلاش. دلوقتي حطيت عليهم 3 بيضات عشان يمسكوا معانا بقى كل ده. ولو لو حابة تحطي جبنة بيضة بس تكون مش كريمة عشان ما تجيبش معاكي مية وتبوظ الجلاش وتبوشه معانا. جبنة تكون ماسكة نفسها، خفيفة الملح. حطيت 3 بيضات، حطيت عليهم رشة ملح ورشة فلفل، وقلبت بقى الخلطة دي كويس جدا مع بعض. دلوقتي هنعمل الخلطة اللي احنا هندهن بيها الجلاش. دي مهمة جدا عشان بتورق معانا الجلاش من جوه ما يبقاش مكتوم. حطيت علبة زبادي عليها معلقة سمنة كبيرة وعليها رشة بيكنج باودر صغيرة، وهنقلبهم كده كويس مع بعض وهدهن بيهم ورقة الجلاش زي ما شفتوا كده. اهم حاجة تدهنيها كويس قوي، ونحط الخليط في النص ونلف الورقة بالشكل ده بتاعت الجلاش. انا باخد كل ورقتين مع بعض، يعني ما باخدش ورقة واحدة عشان تبقى كفاية وتمسك معايا الخلطة كويس والساندوتش بتاعنا كويس. بحط ورقتين مع بعض وبديهم الدهنة بتاعت الخلطة اللي عملناها، الزبادي بالسمنة برشة البيكنج باودر، وبدهنها بالشكل ده كويس قوي. وبضيف بقى الخلطه بتاعتنا بتاعت الجبن الجميله اللي احنا عملناها دي. زي ما قلت لك، اي حاجه عندك متوفره في التلاجة، شويه زيتون على حبه جبن على شويه فلفل، عمل معانا احلى اكله وبسيطه وجميله، وعملت معانا كذا ساندوتش بالجمال ده. دلوقتي معايا طاسه نزلت فيها بمعلقتين زبده واضيف عليها الساندوتشات بالشكل ده. تاخد معانا لون بسرعه، على فكره ما بتطولش، خدي بالك منها وخلي النار وسط معاكي. اول ما تاخد لون من الجنبين برفعها كده واقفه واسندهم ببعض عشان تاخد لون برضو من الناحيه التانية. دلوقتي بقى هنعمل الحلو بتاعنا. معايا كوبايتين من اللبن، عليهم معلقتين كاستر، معلقتين سكر، معلقه نشا عشان يمسك بس الخليط معانا كويس، عشان طبعا مش عايزين يسيل معانا. كده رفعته على النار وهقطع عليه قطع من الفراوله تدينا برضو طعم جميل. ايوه كده. وهقلبهم بقى كويس مع الكاستر اللي احنا عملناه. ودلوقتي هسيبه يبرد خالص براحته ويستهدى، واغطيه بكيس من فوق عشان ما يعملش طبقة. تمام. هنعمل نفس اللي عملناه بالظبط في الحادق بتاعنا بالجبن والزيتون والحاجات دي. دلوقتي هندهن برضو الورقة بتاعتنا بنفس الخليط اللي احنا عملناه عشان تبقى مورقة من جوه وجميلة. ونحط شوية من الكاستر والفراولة اللي احنا عملناهم بالشكل ده، ونقفل عليها من الجنبين. ايوه كده. ونلف بقى الورقة معانا بالشكل ده، وبقت معانا رول كده جميل، سندوتش لطيف قوي وخفيف. ايوه كده. نعمل معانا واحد كمان، نحط معلقتين 3 من الكاستر. برضو انا واخده ورقتين من الجلاش مش ورقه واحده، ورقتين. تمام بالشكل ده. وبرضو هنسويهم في قلب الطاسه. وكده خلصنا الحلو بتاعنا وخلصنا الحادق بتاعنا. حطيت عليهم صوص من الشوكولاته وصوص من الفراوله، خطيره. الحلو بتاعنا جميل جدا، طعمها يشهي في منتهى الجمال. عملتي اكله بسيطه ولذيذه ومش مكلفه، وبشويه حاجات من عندنا في التلاجة، اكله صيفيه كده وخفيفه علينا. ده الحلو بتاعنا، بصوا الجمال. وده الحادق بتاعنا، سندوتشات الجبن. وما شاء الله عملوا كمية حلوة معانا. يا رب يكون عجبكم فيديو النهاردة ونال اعجابكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفاعل للقناة عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. يلا باي باي، اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.